الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير، يسعد أيامكم يا رب جميعا بإذن الله. سنة حلوة يا رب تكون عليكم بإذن الله، بدون أحزان، بدون أمراض، بدون تعب. يا رب تكون السنة دي كلها مليئة بالفرحة عليكم بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ روتين يا رب يعجبكم وينال رضاكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، تعالوا بينا نصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا تساعدوني إن الفيديو يترفع ويوصل لعدد حلو، ولايكاتكم الجميلة اللي بتفرحني بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ أول روتين. النهاردة طبخت زي ما عارفين، معتاد بالنسبة لأغلبية المصريين إن احنا بنطبخ يوم الخميس، تمام؟ بيبقى يوم الجمعة أجازة، فبنحب ما نقضوش في المطبخ، بنحب نتلم مع بعض سواء الأولاد ويعني وكده، وخاصة لما بيكون باباهم دايما في الشغل بعيد عنهم في الأسبوع كله، فبنحب يوم الجمعة ده بنقضي أي حاجة، ويوم الخميس نطبخ فيه، تمام؟ أو مثلا يكون طبيخ الخميس ومعاه الجمعة، فيبقى الوقت ده فاضي، يا اما نخرج نقعد مع بعضينا كده. يعني بنحاول على قد ما نقدر نعمل جو حلو، ان الايام اللي كلهم خاصة الاب او الام اللي بيكونوا مشغولين عن الاولاد بالشغل غصب عنهم بسبب ظروف الحياة، ان يكونوا مجتمعين في اليوم ده. فعشان كده بنريح بالنا. فالنهاردة لما طبخت وخلصت الطبيخ، فكنت جايبة فاصوليا نص كيلو. ما شاء الله الفاصوليا لما بتسلقيها وكده بتجيب معاكي كمية حلوة. فانا بصراحه ليا فتره طويله خالص من ضمن الحاجات اللي انا بعملها ان انا لما اسلق فاصوليا بسلق مثلا نص كيلو او اكتر على حسب الكميه اللي انا جايباها بتاعه الشهر، واحطها زي ما شايفين حضراتكم في كيس. بتريحني خالص لان الفاصوليا بتحتاج وقت على بال ما تنقعي فيها وتغلي على النار، وبتستهلك معاكي انبوبه كتير، تمام؟ وفي نفس الوقت يعني الهدف منها بصراحه الراحه. بحاول على قد ما اقدر الحاجات اللي هي يعني متعبه، وفي نفس الوقت ان هي بتاخد معايا وقت كتير خالص في المطبخ، وخاصة ان اولادي بصراحة صغيرين وبخاف عليهم جدا، تمام؟ يروحوا للشباك، يروحوا للبلكونة كده، فبحب دايما يكونوا تحت عينيا. فعشان كده الحاجات الصعبة يوم هيتغيرش طعمها بحب اعملها واجهزها واحطها في الفريزر، مثلا زي البصل ممكن احمره، الطماطم بحضر الصلصة. هي صح بصراحة الحاجة كل ما تكون فريش بتكون حلوة، بس غصبا عنك لما تكون عندك أولاد بتبقى المسؤولية صعبة جدا 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 فوق ما تتصوري. يعني ان هم صغيرين بتخافي عليهم من الهوا، تمام؟ خاصة ربنا يعني يخلي لكم أولادكم يا رب وما يشوفوش فيهم حاجة وحشة. من ساعة بنتي ما تعبت كده وجاتها دور سخونة وتشنج حراري، رغم ان السخونة مش عالية خالص والله، وانا ما بستناش عليها، بس من ساعتها والله فعلا وانا بقيت زي متوترة، زي خايفة خالص، ما اعرفش كده. هي يعني مش اقول لكم حالة اكتئاب، بس زي حزينة وخايفة من جوه ان هي يحصل لها حاجة زي كده. فدايما بخلي بالي منهم، رغم ان بنتي والله ما سخنت ولا حاجة، الدكتور قال لنا سخونة داخلية، تمام؟ فهي اللي عملت معاها كده. فعشان خاطر كده بخاف جدا. ومن ساعتها والله مش عايزة يعني احزنكم معايا، بس زي محبطة وزي تعبانة نفسيا. فخلوا بالكم من أولادكم، خاصة الجو ساعة. لو حسيتوا جسمهم دافي ادوهم حاجة مثلا زي تسكن معاهم الحرارة شوية، ما تخلوهاش ترتفع، رغم ان بنتي والله ما ارتفعت ولا حاجة زي ما بقول لكم، بس خلوا بالكم منهم. تعالوا مع بعض النهاردة هقول لكم على شوية حاجات جبتها لابني واسعارها على قد الايد، ودفايات او مكتات على حسب ما بتقولوها انتوا في اي بلدكم، يعني نحطها للارضيه، تمام؟ ارضيه الشقه. واسعارها جميله جدا ورخيصه وعلى قد الايد. انا من ساعه ما اتجوزت كنت جايبه سجاد، وبعد ما اتجوزت بصراحه ما اكدبش عليكم، انا يوم ما كنت متجوزه تقريبا من اكتر من 7 سنين، بصوا جبت السجاد، كانت ساعتها طالعه موضه، كنا بنسمع المسلسلات التركي وبنحبها خالص، تمام؟ فكنت اللي هو قطعة ما تمليش الشقة كلها، تمام؟ فبيبقى شكلها حلو، بس للأسف كانت بتسقع خالص علينا. لما ربنا كرمني بأولادي وكده بصراحة خفت عليهم خالص، فجبت لهم سجاد، يعني كملت بقية الشقة، تمام؟ عشان كانوا بيحبوا بيمشوا صغيرين، تمام؟ وزي ما شايفين حضراتكم البروفالات، معلش هي مع عدت لحظتها بسرعة خالص. دي جايبها لابني قطعة ب50 جنيه، بجد أسعار على قد الإيد، تمام؟
وحلوة وجميلة جدا. دي جايباها من سوق، في سوق جنبنا جميل جدا، بينزل حاجات اسعارها ممتازة وخامات حلوة غير المحلات اللي اسعارها ضاربة في العالي. والموكيت اللي شايفينه حضراتكم ده المتر بتاعه تمام ب45 جنيه، حلو خالص. انا جايباها للطرقة، انا عندي الشقة كلها ملياها، بس في حتت كده في الطرقة يعني ما فيهاش، فانا بخاف عليهم عشان بيمشوا حافين وما بيرضوش يلبسوا الشرابات ولا بيرضوا يلبسوا يعني الجزمة في البيت. فعشان خاطر كده قلت ايه الشقة اقفلها على قد ما اقدر. ودي القطعة زي ما شايفين حضراتكم، المطبخ عندي صغير جدا جدا فوق ما تتصوروا، فانا جايباها قطعة كده احطها لربما يدخل ورايا في المطبخ. رغم اننا بصراحة مش بشجع خالص ان انت تحطي سجادة في المطبخ، لان المطبخ بيكون مليان مية، وساعات بتمسحي ساعات بتنزل مية بعد ما تغسلي المواعين، فبتحتاجي كل دقيقة يعني تنشفي وتعملي، ممكن تتبلي معاكي السجادة وكده. معلش على المنظر ده. لعبوا بالألعاب زي ما شايفين حضراتكم وسخوا. بصوا دي الحتة المقلوبة من ورا تمام، يعني العدلة والقلبة بتاعتها تمام. بصراحة خامتها حلوة. هو الراجل قال لنا 45، قال لنا انا والله ما زودتش، هي دلوقتي بقت 60 جنيه، بس انا ما زودتش على السعر القديم. يا رب يكتر من التجار اللي زي كده، اللي بيبيعوا في الحلال وفي نفس الوقت يعني ما بيزودوش على الناس، لان الواحد والله فيه اللي مكفيه. وبكده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم فضلا وليس امرا ادعموني باللايك الجميل بتاعكم اللي بيفرحني وبيسعدني دايما. ربنا يخليكم لي يا رب، وتكونوا عونا معايا باذن الله. خلاص كده واسيبكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.